ترامب بعت قوات تانية غير القوات الأولى لدعم القوات البرية اللي رايحة الشرق الأوسط، والنتن بيقول إن مفيش نية لإيقاف الحرب ومكملين لآخر نفس. أنا مش عارف هو لسه في نفس إزاي، بس هو قال كده. وإيران مكملة الطلبية اليومية، قصد الهجمة بتاعتهم اليومية على مواقع كتير في إسرائيل، وكمان استهدفوا مركز في الإمارات فيه 200 جندي أمريكي، وغيرهم طبعا من الأهداف التانية في الإمارات للأسف فيهم أهداف مدنية. وضربوا في الكويت محطة معالجة مية شرب مدنية، ودي بقى الحرس الثوري بينفيها وبيتهم بيها أمريكا وإسرائيل. وضربوا أهداف تانية في كل مكان بيضربوا فيه كل يوم. وترامب بيقول إنه بيفكر يبعت حاملة الطائرات الثالثة للشرق الأوسط، والموضوع بيكبر أكتر، والأزمة للأسف بتكبر مع طول الحرب، وكلا الأطراف مش فارق معاهم معاناة الشعوب المتضررة من اللي هم بيعملوه في العالم. الشرق الأوسط خلاص ما عادش طايق حد، ولا إسرائيل ولا إيران، لأن زي ما اليهود مش فارق معاها لا سنة ولا شيعة، برضو إيران مش فارق معاها لا يهود ولا سنة، وكلاهما عايز يخلص من الجميع ويبقى هو. سيب لنا رأيك في الكومنتات، وفولو لايك وشير وصلي.